سلام. دجاج الفران بحشوه بنينه بزاف كيجي خطير وبواحد لاصوص اللي كتجي كتحمق. مقادير تلقاوها مضبوطه لتحت، تبعوا معايا الطريقه. بالنسبه للقياس ديالو، من الافضل يكون صغير، 1 كيلو ونص ما تفوتوش باش كيطيب كيدخل الطياب كيجي بنين. عندي موطارد، الزبده، البزار، تومه، تحميره فيمي، خرقوم، سكنجبير، شويه د الملحه ومعلقه كبيره ديال القزبور حبوب، معلقه كبيره ديال زيت الزيتون مع عصير نصف حامضه وواحد نص كاس ديال الماء، ونخلط كلشي. نشرمل الدجاج من الافضل تخليوه ليله كامله، الا ما كانش عندكم الوقت على الاقل مده ساعتين. بالنسبه للقياس اللي عطيتكم القياس ديال 2 دجاجات. الا درتو غير دجاجه وحده، ديروا معلقه صغيره ديال العطريه تكون عامره مزيان من كل حاجه. بالنسبه للتحميره فيمي، تلقاوها عند اللي كيبيعوا لوازم ديال الحلويات، كتعطي اضافه رائعه في اي حاجه كندخلوها الفران، سواء دجاج، بطاطا، دجاج مشوي. جربوها كتجي رائعه وكتواتى مع الدجاج. صافي بعد ما شرملتو غنبيتو ليله كامله او على الاقل ساعتين. بالنسبه للحشوه، عندي بصله مقطع رقيق، معلقه كبيره ديال الزبده، شويه ديال زيت نباتيه نشحر الكل مع شويه الملحه، شويه البزار، ونضيف واحد الكميه ديال الكفته اللي بغيتو، ونزيد عليها طبعا التوابل، معلقه كبيره ديال السكنجبير، معلقه كبيره ديال التحميره فيمي، شويه ديال الخرقوم، شويه ديال الكمون والشعريه اللي رطبناها في الماء سخون. كنضيف الزيتون اللي طحنته وشويه ديال الهريسه حسب الذوق، والمعدنوس ديروا بزايد المعدنوس كيعطي واحد المذاق رائع في الحشوه. صافي الحشوه ديالنا هي واجده، كنخليوها كتبرد وكنعمروا الدجاج. بالنسبه للطياب، الفران كيكون سخون، كنطيبوه على حراره متوسطه. في المرحله الاولى كنطيبوه مده ديال ساعه ونص، مغطي مزيان بورق الطبخ والالومنيوم. صافي ملي كيطيب كيدخل له الطياب، كنزولوا عليه الورق وكنخليوه كيتحمر وكينشف واحد المده ديال ساعه، وكندهنوه غير بداك لاصوص اللي كتنزل منه، ما كنزيدو حتى حاجه. صافي بعد ما عمرتهم كنربط لهم الرجيلات وكنجمعهم بالخيط باش ما كيتحلوش. كنديروا على الصدر ديالو باش كيدخلوا الطياب مزيان، وكنغطيه بهذه الطريقه وندخلو للفرن. بعد ما طاب في المرحله الاولى، كناخذ داك المرق ولا داك لاصوص اللي كينزل منه نخليوه على جنب. كناخذ واحد نص كاس ديال اللوز، كنحمرو غير في البانيني وكنطحنو وكنضيفو على داك المرق، كنخلط مزيان واحد المده ديال 5 دقائق، ونزيدو معلقه ديال سكر سنيده ولا معلقه د العسل. انا ما كانش متوفر عندي العسل، استعملت غير سكر سنيده. هاد لاصوص كتجي خطيره، راه ميمكنش، ضروري تجربوها. وبالنسبه للدجاج، رجعت دهنته بداك المرق اللي كينزل منه وخليته تتشمع مزيان ونشف، كيجي كيحمق، ضروري تجربوه. بالصحه والراحه.